صباح الخير يا شباب، ويا رب يكون يوم سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم، ورمضان كريم عليكم جميعا. في القرعة اللي حصلت ديت امبارح، الأول امبارح اللي حصلت بعد الفجر، طلعت القرعة إن الأهلي صدفة هيلاعب الزمالك بعد 5 أيام. بعد 5 أيام الأهلي هيلاعب الزمالك. طب هل أنا كأهلي هعرف أجيب طقم تحكيمي كويس؟ أنا هعرف أجيب طقم تحكيمي كويس؟ مش هعرف طبعا أجيب طقم تحكيمي كويس، مش هعرف. طيب دي الصدفة الأولى اللي أنا عايز أعرفها. الصدفة التانية، صدفة برضو، إن الجولة التانية في الدور التاني بعد ماتش الزمالك يكون بيراميدز. إيه ده؟ إيه ده صدفة برضو ده؟ يعني الأهلي متعرض في ماتش الزمالك ده ضغوطات، شد أعصاب، لعيبة ممكن تاخد إنذار، لعيبة ممكن تنطرد، الجمهور ممكن يتحرم من ماتش بيراميدز. انا بقول لك حاجات ممكن تحصل، تمام؟ هل طبيعي ان يكون الماتش اللي بعد الزمالك يكون بيراميدز، وانت في اشد الحاجه لاي لاعب ياخد انذار او ياخد طرد؟ ليه يكون بعديه بيراميدز؟ ليه؟ ازاي يعني انا عايز افهم ازاي. ده في العرف طبيعي؟ ده في العرف طبيعي وصدفه برضو؟ طيب برضو في صدفه تالته. هو الصدفه برضو بتقولك ان الجوله التالته والرابعه لبيراميدز تكون في اسكندريه، ماتش مع حرس الحدود وماتش مع فاركو. ايه ده؟ هو في ايه؟ طبعا عايزين نفهم في ايه يا جدعان، في ايه؟ ايه ده؟ طب ما تخلوه، ما تدوا له الدوري وخلاص، يعني ما تريحونا من كل الهيصه دي وادوا له الدوري. الصدفه الرابعه برضو، ماتش الزمالك وبيراميدز تكون في الجوله السادسه. ايه ده؟ يعني بعد ما الدوري يتحسم وتعرف الزمالك فين وبيراميدز فين، يقوم الزمالك يقول لك ايه؟ هنلعب بالناشئين. كل دول صدف، كل دول صدف. الاهلي لو خد الدوري السنه دي فهو خده من غير اي حد ما يقول بقى، ما يطلع ما يقول لك مجاملات، توجيه، ولا احتواءات، ولا كل الكلام ده. انا بس حبيت اوريك الدايره بتاعت الاهلي رايحه فين، وانت ليك الاسئله كلها.